اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده راجعين نتكلم عن المونتاج. عايزين نتعلم مع بعض المونتاج. اول ما نسمع كلمه مونتاج بيجي في اذهان الناس على طول لازم يكون معايا لابتوب، واللابتوب ده لازم يكون امكانياته جباره وكارت شاشه مش عارفه ماله ورامات مش عارفه مالها عشان اقدر ان انا اتعلم مونتاج. عشان انا طبعا هستخدم اتوبي بريمير وهستخدم فيلمورا وهستخدم الحاجات الجباره دي اللي محتاجه امكانيات عاليه. لكن الحقيقه النهارده انا جاي اعلمك المونتاج بشكل بسيط وسهل جدا على الموبايل. هو احنا دلوقتي لو عندنا حاجه عايزين نتعلمها هنقف هنعطل؟ لا، كل حاجه النهارده متاحه ان انت تقدر تتعلمها. فالنهارده جايين نتعلم مع بعض المونتاج على الموبايل بشكل بسيط جدا وسهل، وفي دقايق معدوده هتكون انت بتعرف تعمل مونتاج. طبعا انت مش محتاج تكون معاك زي ما قلت لابتوب جبار ولا تدفع الافات كتير عشان تقدر تتعلم الكلام ده. النهارده هنتعلم الموضوع ده بشكل سهل وبسيط جدا. واسهل حاجه هنعملها مع بعض هو ان احنا هنعمل حاجه بطريقه عمليه. يعني الفيديو اللي انت هتشوفه النهارده معايا ده انا هقول لك ازاي تمنتج. يعني انت هتشوف الكواليس، هتشوف انا غلطت في ايه وازاي انا وقفت وازاي انا منتجت وازاي ان انا قطعت حتت وازاي انا ضفت صور. هنعمل كل حاجه مع بعض على الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. يعني الفيديو اللي بتتفرج عليه ده انت هتشوف كواليسه، هتشوف بيتصور ازاي. تمام؟ يلا مع بعض ببساطه شديده جدا نتعلم ازاي المونتاج. بس اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا على طول من غير اي رغي كتير. يلا بينا. الحقيقه يا شباب ان في كذا برنامج او كذا ابلكيشن، كذا تطبيق موجود على الموبايلات ينفع نتعلمها، لكن الحقيقه اسهلهم واسلسهم من خلال خبرتي الفيديو ميكر. الفيديو ميكر من اسلس وانظف البرامج او الابلكيشنز اللي تقدر تطلع لك كواليتي ممتازه جدا بسلاسه جدا. طيب نعمل ايه بقى؟ احنا هنسطب او ننزل الابلكيشن اسمه فيديو ميكر ده زي ما انت شايف كده. نيجي نطلع الفيديو اللي احنا عايزين نمنتجه او نشتغل عليه. هنعمل كده ونعمل شير. بعد ما نعمل شير هتلاقي حضرتك الفيديو ميكر اهو. كده انت دخلت الفيديو بتاعك على ايه؟ على طول على البرنامج. حلو جدا. انت لو دوست هنا، احنا بقى هنبتدي النهارده الشغل عملي. دلوقتي الشغل عملي. شوف بقى، انا طبعا بظبط الكاميرا الاول وبعد كده بظبط الكرسي واقعد عليه واظبط نفسي عشان ابتدي ان انا اتكلم قدام الكاميرا. الحته دي كلها محتاجه تتقطع. فانا بمشي زي ما انت شايف كده. انا بمشي عادي جدا اهو، بفضل ماشي كده. انا لحد دلوقتي بظبط نفسي عشان اقف قدام الكاميرا واتكلم زي ما انت شايف. طب انا هبتدي امتى بقى؟ اهلا بيكم يا شباب. من اول اهلا بيكم. شوف انا هرجع تاني، بدوس بصباعي كده وارجع تاني واعمل كده على الفيديو وادوس كده. يا شباب ازيكم؟ هرجع تاني، انا عايز عند اهلا بيكم. اهلا بيكم. هرجع تاني. هرجع سنة. هرجع سنة. هنا. طب انا عايز اقطع الجزء اللي فات ده كله. انا عايز ابتدي من اول اهلا بيكم. هدوس على الفيديو كده زي ما انت شايف كده، علم لي عليه علامة شريط. تحت هنا بقى يا صديقي في حاجة اسمها، شايف العلامة دي؟ سبليت. هتدوس عليها. لما تدوس عليها هيقطع لك الفيديو لنصين، نص هنا ونص هنا. هتروح انت دايس على النص اللي انت مش عايزه اهو. انا علمت على النص اللي انت مش عايزه. في تحت هنا حاجه اسمها ديليت اهي، ديليت. هتدوس على ديليت. خلاص كده. تعالى بقى نبتدي نشوف الفيديو من اوله ايه. بص. اهلا بيكم يا شباب ازيكم؟ اخبار كده الفيديو اتقطع، اتمنتج. هو المونتاج فكرته ايه؟ ان انا بشيل اللي انا مش عايزه واضيف اللي انا عايزه. طب نكمل مع بعض. ايه يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. النهارده جايين نتكلم عن المونتاج. عايزين نتعلم مع بعض المونتاج. اول ما نسمع كلمه مونتاج بيجي هنجري شويه، هنشوف احنا غلطنا في ايه ورمات مش عارفه مالها عشان اقدر ان انا اتعلم مونتاج. عشان انا طبعا هستخدم اتوبي بريمير وهستخدم فيلمورا وهستخدم الحاجات الجباره دي اللي محتاجه ان انا اقص الغلط اللي انا عملته. لكن الحقيقه النهارده انا جاي اعلمك المونتاج بشكل بسيط وسهل جدا على الموبايل. هو احنا دلوقتي لو عندنا حاجه عايزين نتعلمها هنقف هنعطل؟ لا، كل حاجه النهارده متاحه ان انت تقدر تتعلمها ومن خلالها. كلمه من خلالها دي انا ما اعرفش جبتها منين، فانا محتاج اقطعها. هعمل ايه بقى؟ هرجع سنه كده
ومن خلالها هرجع سنه قبل من خلالها، هرجع سنه بايدي متاحه ان انت تقدر تتعلمها. ومن خلالها انا عايز اقطع لحد كلمه تتعلمها. بص بقى، ان انت تقدر تتعلمها ستوب، عندي كلمه تتعلمها واروح مستوب واروح معلم تاني واروح عامل هنا العلامه اللي هي بتقطع الفيديو لنصين واروح دايس تاني. شوف بقى انا عايز اقطع لحد فين. بص بقى، ومن خلالها انا عايز اقطع من خلالها وانا ماشي بقى. بص انا هبتدي اظبط نفسي تاني، استعيد اللي انا هقوله، هرجع الحته دي بس انا ابتدي هتكلم تاني فاروح قاطع تاني. فالفيديو معايا بقى فيديو وفيديو وفيديو، 3 فيديوهات. الفيديو اللي في النص اللي هو فيه الغلط اللي انا علمت عليه ده، هاجي عند ديليت واروح عامل ديليت. بص بقى اتقطعت نصين. تعالى كده نشوف الفيديو، احنا كده بنمنتج هنعطل. لا، بص كل حاجه النهارده متاحه ان انت تقدر تتعلمها. النهارده جايين نتعلم مع بعض المونتاج. بص بص ايه اللي حصل. كل الحته اللي انا غلطت فيها وبظبط فيها نفسي خلاص انا قطعتها. الموبايل بشكل بسيط جدا وسهل، وفي دقايق معدوده هتكون انت بتعرف تعمل مونتاج. طبعا انت مش محتاج تكون معاك زي ما قلت لابتوب جبار ولا تدفع الافات كتير عشان تقدر تتعلم الكلام ده. النهارده هنتعلم الموضوع ده بشكل سهل وبسيط جدا، واسهل حاجه هنعملها مع بعض هو ان احنا هنعمل حاجه بطريقه عمليه. اللي انا بعمل لكم معاكم ده دلوقتي، اللي انت هتشوفه النهارده معايا ده انا هقول لك ازاي تمنتج. يعني انت هتشوف الكواليس، هتشوف انا غلطت في ايه وازاي انا وقفت وازاي انا منتجت وازاي ان انا قطعت حتت وازاي انا ضفت صور. هنعمل كل حاجه مع بعض على الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده. يعني الفيديو اللي بتتفرج عليه ده انت هتشوف كواليسه، هتشوف بيتصور ازاي. تمام، يلا مع بعض نعمل. اهو انا غلطت تاني اهو، تاني هرجع الحته دي. يلا مع بعض نعمل. تمام، يلا انا عايز اقطع عند كلمه تمام لان بعد كده انا غلطت وهيست. صور ازاي؟ تمام، ستوب. شوف دي الستوب. هبتدي اقطع تاني، هعلم هنا واقطع تحت هنا، قطعتها لنصين. شوف الفيديو بيتقطع نصين ازاي. بص بص، نص هنا ونص هنا. تاني، يلا مع بعض نعمل. كده انا غلطت، ابتدي ان انا هظبط نفسي تاني. يلا مع بعض هرجع، انا عايز ابتدي عند يلا مع بعض. ارجع. انا خلاص عارف ان الوقت اللي جايه دي يلا مع بعض. هقطع برضو، قطعت اللي جاي هاجي اللي في النص وهوب قطعت. تعالى كده نشوف الفيديو، شوف كواليسه، هتشوف بيتصور ازاي. تمام، يلا مع بعض ببساطه شديده جدا نتعلم ازاي المونتاج. بس اعمل لايك للفيديو واشترك. طب دلوقتي انا عايز اقول لكم اعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وعايز اطلع القصه دي. هعمل ايه؟ خلي بالك معايا بقى. تحت هنا هتلاقي في حاجه اسمها PIP، هتدوس عليها. PIP دي هي اللي بتدخلك على الفيديوهات بتاعتك اللي موجوده عندك في الجاليري، من خلالها بتاخد منها وتحط على الفيديو بتاعك. طب تعالوا نعمل بطريقه عمليه. موضوع السبسكرايب والاشتراك والكلام ده طبعا انت لازم تعمل لايك وسبسكرايب زي ما انت بتتكلم كده. فيلا بينا هندوس اهو، طلعت قدامي. طبعا انا محضرها مسبقه. طب انا عايز احطها تحت هنا. كويس جدا. تعالى بقى نرجع هنا كده. بص بقى، ببساطه شديده جدا اتعلم ازاي المونتاج. بس اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا على طول من غير اي رغي كتير. يلا بينا. طيب انا دلوقتي انا عايز اقطع عند من غير اي رغي كتير. تعالى كده نشوف. رغي كتير، يلا بينا. يلا بينا. بس الباقي ده كله زياده. تعالى بقى كده نقطع ونروح عاملين هنا الحته اللي في الاخر دي انا مش عايزها خالص. ديليت. هوب خلاص. يبقى انا وصلت لحد فين؟ بس اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا على طول من غير اي رغي كتير. يلا بينا. بس كده وصلنا كده لنهايه الفيديو. كده انا عملت، قطعت، ضفت اللي انا عايزه. طيب افرض انا عايز اضيف كلام. انا دلوقتي بضيف مثلا اي حاجه. عندك هنا تحت كلمه تكست، هتدوس على تكست هيظهر لك دي. قول مثلا اي حاجه، المونتاج، تكتب كلمه المونتاج. طيب ممكن تغير هنا الحرف بتاع طبعا انت هنا ممكن تتحرك بيها زي ما انت عايز.
تتحكم فيه. طبعا هنا مفيش لغة عربية للأسف، مفيش مشكلة، لكن انت هنا ممكن تتحكم في الألوان زي ما انت عايز، في درجة اللون، تعمل اللي انت عايزه. طيب انا عايز كلمة المونتاج دي مثلا انا عايز اخليها تدخل كده، تعمل لها دخلة مثلا، او بص بقى هنا هختار كلمة، انا عندي كلمة المونتاج، هاجي هنا واروح دايس كده وعامل كده. بص بقى هيحصل ايه. النهارده جايين نتعلم مع بعض المونتاج على الموبايل بشكل بسيط جدا وسهل وفي دقائق. فهمت انا عملت ايه؟ طبعا انا كلمة المونتاج دي انا مش هحطها اصلا، فاعمل لها ايه لو انا مش عايزها؟ دوس على سكروس كده، فانا خلاص كده دلتها. موضوع بسيط جدا وسهل. طب انا عايز اضيف موسيقى، عندك كلمة ميوزك، هتدوس على الميوزك، هنا في ساوند وهنا في افكت، هنا في ريكورد، ان انت ممكن تعمل ايه بقى؟ تركب صوتك على اي فيديو، اي فيديو انت محتاجه ممكن تركب صوتك عليه بكل بساطة. موضوع بسيط جدا وسهل. بص بقى هنا انت خلصت، هنا في الاكسبورت بقى، هتدوس هنا في السهم اللي فوق، هنا بيوضح لك انت عاوز الكواليتي بتاعتك قد ايه وكام فريم. فانا بمنتج على 24 فريم و1080، ممكن تخليها 2K او 4K على حسب الكاميرا انت صورت ايه. الكواليتي طبعا لازم تكون هاي عشان تكون الكواليتي كويسة. ده الحجم بتاع الفيديو اللي احنا صورناه. تعمل كده وتبتدي ان حضرتك تستنى، بيعد معاك كده، هو بيرندر معاك البروجكت بتاعك بكل سهولة. وكده انت محدش هيعرف اصلا ان انت مرندر الفيديو بتاعك ده على على موبايل، محدش يصدق. اتمنى ان انا قدرت اكون فدتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس، ولو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات، ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت ان شاء الله. اشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي لي.